النشرة الجوية الإنذارية لأيام الخميس والجمعة والسبت. أهلاً وسهلاً بكم معشر المشاهدين الكرام في هذه الإطلالة الإخبارية المطولة التي نستعرض فيها توقعات الأرصاد الجوية لنهاية الأسبوع، حيث نتابع معكم آخر تحديثات النماذج العالمية لحالة الطقس بمملكتنا الشريفة. نبدأ بيوم الخميس، حيث يرتقب أن يستمر الاستقرار في الحالة العامة، مع سماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الأقاليم، غير أن السواحل الشمالية قد تشهد كتلاً ضبابية كثيفة في الصباح الباكر، مما يعني ضرورة الانتباه أثناء السياقة. أما درجات الحرارة فتظل ربيعية ومعتدلة نهاراً في المناطق الداخلية. أما بخصوص يوم الجمعة، فمن المنتظر أن تشهد الأجواء نشاطاً نسبياً للرياح في منطقة الطنجية والبوغاز، وقد تتسرب بعض السحب العابرة للواجهة المتوسطية، لكن دون تساقطات مطرية تذكر. ويبقى الطقس بارداً نسبياً في فترات الليل فوق هضاب الفسفاط وولماس وفي جبال الأطلس الكبير. وبالانتقال إلى يوم السبت، تشير التوقعات إلى تمركز مرتفع جوي قوي يدفع بكتل هوائية جافة. هذا سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمناطق الوسطى وبأقصى الجنوب، حيث سيكون الجو مشمساً ومثالياً للنزهات والأنشطة الخارجية، مع هدوء تام في حالة البحر بوجه عام. ولإغناء هذه النشرة، نود تقديم معلومة علمية حول الظاهرة الضبابية التي نشاهدها هذه الأيام، فهي تنتج عن تبرد الهواء الرطب الملامس للأرض ليلاً، وهو ما يعرف بضباب الإشعاع. كما ننصح مرتادي الطرق بتشغيل أضواء الضباب وخفض السرعة في المناطق المعنية. كما ندعو جميع المواطنين إلى عدم الانخداع بحرارة الشمس نهاراً، فالليالي ما زالت تحمل نسمات باردة قد تؤدي للإصابة بالزكام. نشكركم على طيب المتابعة والوفاء، ولا تنسوا أن ملحوظاتكم تهمنا، لذا شاركونا في التعليقات حالة الطقس في مدنكم. ندعوكم للاشتراك في القناة لتكونوا أول من يتوصل بجديد أحوال الجو بمملكتنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.